كريم علي راجل نصاب. انا مش هقول دكتور لانه اسم كريم علي ده تخيل ان هو مش اسمه اصلا، يعني هو ما اسموش اصلا كريم علي، ما اسموش كريم علي اصلا من الاساس. فهو راجل نصاب. يعني انت شخص ممثل، انت شخص بدل ما اسمك يسرية محمد رحت مسميه نفسي يسرى، او هو ما اسموش كده، هو ما اسموش كريم علي، هو منتحل لشخصية اسم واحد. بلس كل معلوماته الطبية اللي هو بيقولها هي معلومات كده من دماغه، او ياخد معلومة مثلا مفيش عليها مش هقول دليل، هو غير مؤهل اصلا انه يقول حتى المعلومة اللي عليها دليل. هو مفيش حد مؤهل من الاطباء انه يقول معلومة لمجرد ان عليها دليل، لا، لازم تكون نازلة في الجايد لاينز. الاطباء والعلماء بيقعدوا مع بعض وبيشوفوا هل الدراسات اللي عليها كافية ولا لا، هل الأدلة اللي عليها كافية ولا لا، هل مقارنة بالاختيارات اللي موجودة دلوقتي هل المعلومة الجديدة دي هتفيدنا ولا نخلينا على اختيارنا الأولاني أفضل. فبالتالي حتى الحقائق اللي عليها أدلة غلط إن أنا أجي أقولها، لما أجي أقولها يبقى أنا كده أدلس. فما بالكوا بقى بواحد زي كريم علي ده النصاب بيقول كلام مجرد إيه، يعني معلومة صغيرة جدا يمكن عليها دليل صغير يروح عامل وباني عليها حوار من الوهم ومنتجات وأعشاب وخل التفاح ومش خل التفاح وهنعمل الديتوكس وهننضف البتاع وأنا جاي أغير في الطب الحديث وأنا جاي. كل الكلام ده نصب 100%. ايه ده؟ انت بتتكلم على الدكتور كريم عشان تتشهر؟ اولا صباح الفل، انا بيشوفوني 2 3، يعني لو يعني بص عليا بيشوفوني 2 3 فتمام، يا ريت اتشهر، يعني اقول لك لا هكره ان انا اتشهر. بس اللي بيعمله بقى كريم علي هو ده بالظبط اللي بيخليه يتشهر. يقول لك ما لا يقول لك الاطباء، ما لا يقول لي الاطباء، لا تعالى بقى ما نشوف انت بتقول ايه. ده انت عايش في المؤامره، ايوه انت شكلك اللي هتوعيني. طب انا قاعد معاك بقى اشوف انت بتقول ايه. الاطباء كلهم وحشين، ده انا جاي اجدد. والله تمام، اصلا انا ما ارتحتش على انت كم مره رحت للدكتور وما ارتحتش، مش عشان انت مستعجل مثلا على علاج، لا، انا في دماغي انه اكيد الطب ده خلاص واحد جاي لي بقى بالطب الجديد الحديث الخطير الجامد اللي الدكاتره مخبيين عندنا، الشركات الادويه الماسونيه الصهيونيه الامريكيه المتحده دي عاملين علينا عصابه وعايزين يدمرونا ويدمروا صحتنا عشان يفضلوا يبيعوا لنا دواء على طول على طول على طول على طول، ونفضل احنا ندفع ويحطوا لنا شرايح الكترونيه ونظريه المؤامره التي لا تنتهي. هو ده اللي بيجذب الناس، هو ده اللي بيجذب الناس، وهو ده للاسف سبب سوء الحاله الصحيه اللي موجوده عند الوطن العربي. وللأسف ما هي مشكلة تعليم، ما انت هتبتديها منين؟ هو أي حد عنده 1 2 3 من التفكير العلمي ومبادئ التفكير العلمي يقدر ان هو يعرف النصاب من غير النصاب، لعدم التزام النصاب بخطوات البحث العلمي المنطقي اللي بيبنى عليه قرارات وبالتالي تؤدي إلى نتائج. فأي حد يعرف يقفش المشكلة فين فخلاص هيعكس الموضوع وخلاص يعرف ان الشخص ده نصاب، وبالتالي هيبص على الشخص المتسيستم والمتسيستم ده هيصدق. فاحنا ما عندناش تعليم اصلا، ما نعرفش يعني ايه طريقة تفكير علمي اساسا، يعني من اصله ما نعرفش، فاحنا يعني شغالين كده وخلاص. فاوعوا تسمعوا كريم في كلمة واحدة، اوعوا تسمعوا كريم علي حتى لو قال لكم معلومة صح، هي معلومة واحدة صح وبيتحط عليها آلاف من الكذبات والتلفيقات اللي واحد أحيانا بيبقى ليها مصلحة شخصية وأحيانا ما بيبقاش ليها مصلحة شخصية. وأنا لازم أقول لك، أنا هبقى عارض الأدوية اللي عندي وأقول لك، ما أنا ما بقولكش تشتري مني، ماشي، ما أنا لازم أقول لك كده عشان تثق فيا. أنت عايزني أقول لك إيه؟ أنت عايزني أقول لك إيه؟ أقول لك أنا الدكتور وأنا العلاج وأنا كل حاجة، تثق فيا إزاي؟ ما أنا لازم أقول لك كده عشان أنت تثق فيا، ولما تثق فيا هقدر أبيع لك اللي أنا عايزه ساعتها. كان معاكم دكتور محمد خالد، وما تنساش بما ان انا عايز الشهرة وانت عارف ان انا عايز الشهرة، انزل بقى حقق لي الموضوع ده، اشترك في القناة، اعمل كومنت عشان القناة تطلع لناس اكتر، عشان بقى لنا فترة كويسة ما بيجي لنا سبسكرايبرز كويسين. اعمل لايك طبعا عشان يبقى في اليوتيوب ريكومنديشن، واشوفك في الحلقة الجاية ان شاء الله. كان معاكم دكتور محمد خالد، سلام.